بمشكله النوم والشخير. النوم والشخير هي مشكله شائعه، ويمكن عدد كبير جدا من الناس وهو نايم ممكن تلاقي نفسه بيتسد تماما. طبعا سد النفس دي بيحصل معاها نقص في الاكسجين، بيبقى الشخص قايم الصبح بالنسبه له مجهد جدا، تعبان جدا، عايز ينام، يتفرج على التلفزيون يبقى عايز ينام، بيعمل اي اكتيفيتي يبقى عايز ينام، نشاطه اقل، كميه اكسجينه اقل في الجسم، وطبعا ده بيأثر على كل اعضاء الجسم كلها. في المرضى اللي زي كده اول حاجه ان يتم التشخيص بشكل مظبوط، وده من خلال ان احنا بنعمل بعض اختبارات النوم. ده بيساعد المريض اول حاجه في التشخيص. بعد كده بنعمل له مناظير وهو في وضع النوم، ده بيساعده برضو ان احنا نعرف اماكن الانسداد فين. لما بنعرف اماكن الانسداد بيبقى سهل جدا ان احنا نستخدم اجهزه معده لذلك. الاجهزه دي قويه جدا جدا في ان احنا ممكن نستخدم جهاز اسمه كوبليشن في تردد حراري، بنبدا نعمل تقييم للاماكن كلها اللي فيها السده. بنستطيع من خلال كده لو المشكله في الانف بنشتغل عليها باستخدام مناظير، باستخدام تردد حراري، باستخدام كوبليشن، المايكرو ديبريدر. ده كله بيساعدنا في ان الانف تبقى معده انها تدخل هواء بالشكل الكافي. بعد كده لو في سده في منطقه البلعوم بنبدا ان احنا برضك نشتغل عليها. الكوبليشن بيبقى هايل فيها، وبنبدا ان احنا نعمل تهذيب وتنظيم لكل المنطقه دي كلها بشكل تجميلي، بحيث تبقى المنطقه معده برضك لمرور الهواء. طيب نفترض بقى ان كانت السده في اللسان او في قعر اللسان، عمليات مجهزه لذلك باستخدام الكوبليشن. بنبدا ان احنا نقلل حجم اللسان نفسه، وبالتالي يبقى كل طريق ومجرى الهواء